تعالى يا ولدي، تعالى خش، تعالى عند عمك الحاج سطور، تعالى. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ابو سعيد عمك يا مرحب. البنت، يا ابو سعيد عمك. يا مرحب يا عامل ايه مرحب. يا حاج؟ ببوس ولا بعض؟ انا مش عارف والله العظيم الواد. يا مرحب بيكم. يا من علم فيه ما بيتعلمش الواد، الله يخرب بيه. شاي يا ام العيال، ظابط يا شاي يا اولاد. ماشي. بالراحه يا حاج، يمكن يجيبوا شربات ولا حاجه. بالراحه. شربات. ايوه ان شاء الله. قول يا رب. يا رب يا اخويا خير. صلي على النبي، انا جاي قصدك عليه الصلاة في حاجه والسلام. بقى من الاخر. تفضل تفضل. انا جاي طالب ايد البت هيفا دي. بنت مين؟ بنت هيفا. هيفه. ايوه والله دلوقتي انقالك فاتت هيف. أهو. وفي حد اسمه هيفه؟ اسمها هيفاء. يا عم هيفا العلم هيفا حلو ما برضه. فرقتش كتير. العلم معلش. حلو. ايوه لمين؟ الواد فاتنا لو. فتله. ايوه الله وبركاته. تفضل. اتفضل. طيب بص يا اخوي فتله، انت عايز تناسبني؟ ايوه حج سطور عن يا ده اسكت يا، ما تتكلمش يا. اهو سكت يا خالد. على رأي ابويا الحاج عبد الجبار زمان رحمة الله عليه، قال لك من كثرت بناته نسب الكلاب. ماشي بالكلام ده يا حاج. هو مثل ليه؟ بيتقال وخلاص يا حاج دبور. يعني مش احنا يعني. لا لا لا، انتوا احسن ناس يا اخي. الله يكرمك، بنحسب بس بنحسب بس. يعني انت عايز تاخد هيفه؟ ايوه الواد شو- فاتنا ده اهو. وشفتها فين هيفه؟ في التلفزيون؟ مطرود. حاج. خلاص لا يا دلوقتي. في حاج. البلكونه؟ لا يا حاج. في الكليه؟ كنت رايح. كانت راكبه التوك توك يا حاج. كانت راكبه التوك توك. ايوه وانا كنت سرح الارض بتاعتنا. الارض بتاعتكم. اجي. علي صوتك شويه، لا انت خايف من ايه؟ اهو بنتشرف منه، مش حد نعلي صوته يبقى صوته اعلى من صوته. بس انت كده جاي على بص، ايوه على قمر العيله عندنا وجاي تناسبنا فيه. ما هو ده برضه العشم فيك يا حاج سرور، احنا ما نختاروش من عندك الحاجه كويسه. يعني انت ما دام جاي لي يبقى انت عارف نفسك جاي تناسب مين. طبعا في كبارات البلد كلها باسم. وانا بنتي دي قيمتها غالي، انا من بحاج بكنوز الدنيا. والله يا حاج. المعلم سطور، اهو يا الحاج الله. سطور. خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بنته خلاص ايوه تسوي عنده مليون الدنيا ما تقدرش بثمن. يا حاج، بس واللي احنا- انت عايزه احنا تحت امرك. إحنا والله مش احسن هنقصروا كلام، معاك في والله حاجة. يا ابوك يا ابن رباه. احنا مش هنقصروا معاك في حاجه، احنا ابننا برضه عايزين نسبوه احلى نسب، وما لقناش في البلد بحالها احسن من الحاج سطور. فما نقدرش يعني خلاص. والله العظيم والله العظيم، وانتوا شرفتونا والبنت ونتشرف عجبت بيكم. الولد. وانا ما نقدرش نرجع له كده، ابني برضه وانا مدلعه. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. نخشوا في المفيد ماشي. عشان انت برضه بتناسب ولاد ناس. ماشي. الموضوع بس احنا قدام الناس كده عشان نقوله انت فاهم الكلام. ما حد بنت الحاج سطور بس انت فاهم الكلام، اندفع فيها واندفع فيها مش اكتر. انا مش ناقصنا حاجه. ماشي يا حاج. خلاص انا يعني نكساها كده ونديها لكم. اللي انت عايزه يا حاج. ربنا خلاص. يكرمك. والبنات ما تنباعش وما بتنهداش. لا طبعا. يعني البت ما تنهديش. لا. حصل. انت فاهم الكلام. فاحنا بس ايه، احنا بنكرموهم بس. خلاص. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اني عايز طبعا هيعمل لها فيلا عندك في الارض اللي انت في جنب بيتك، ولا ايه؟ هيتجوز معاك ولا ايه يا عم نظام؟ فيلة الدور الثاني، فيلة وبتاع ايه ده كويس. ده انا كنت هنقعده معايا تحت بس عشان خاطر لا، لا، بنتي. لا، لا. هنعمل له شقه لواحد. لا لا لا، قاعده لوحده ازاي يا حاج دبور؟ قاعده معاكم ازاي يا حاج دبور؟ الكلام ده ما عم يا ينفعش. الحاج. بص يا حاج دبور، عشان انا بنتي مش عايز بقى كل شويه حماتي لا يا عم ومراتك. هي قاعده لوحدها. مراتك سليطه ومش والقصه طول انت لا، ده أنا عارف. مراتي زينة شباب، زينة حريم البلد كلها. واللي اي اسمع، انا عايز شقه لبنتي، مش هنقول لك فيلا وقصه طويله، شقه بمدخل بعيد خالص عن مراتك وعن بناتك عشان ما يحصلش اي ترميه كلام يمين وشمال. موافق؟ موافقين؟ صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا موافق يا حاج، بس بعد ما يتجوز يبقى يعمل لنفسه هو وبنتك، انا ماليش فيه. لا اسمع الكلام، انت بتتكلم مع الحاج سطور مش اي حاجه. خلاص. ماشي. انا جيه لبنتي دي دكاتره وعمى انا وفيلل. مهندس قد الدنيا اهو. وفلل وعماير. خلاص. بس مش ابن الحاج دبور. مهندس ايه ده؟ مهندس كبسات نور. الله يفضحك. اسمع الكلام، احنا القصه كلها انا بنتجوزه علشان خاطرك برضه. وانا القصه في ايه؟ عشان هو من يعني من ريحتك.
ماشي خلاص. ماشي خلاص يا حاج، اول شرط انا موافق عليه. طيب توكل صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. عفش البنت بنتي يجي من ايطاليا. طريقة ما دمياط هيفرحنا، لازم دمياط ايطاليا هي- وزيطه. انا مش عارف والله انت مالك حاج. يا ابني اسكت عشان نخلص الله يخرب بيتك. طب خلاص ماشي، اهو حتى نشجعوا صناعة بلدنا، ومعروف احنا ذات نفسها بنصدروا للعالم كل حاجة. يا عم ماشي. من دمياط من دمياط. خلاص. اتفقنا على تاني شهر. طيب السيراميك الشقة بتاعنا ايوه عايزه بورسلين ايوه. من اغلى حاجة. هي خرشد مفيش غيرها، احلى حاجه في خرشد درجه ثالثه. هنروح نجيبه لك ونيجي. انت كده بتعمل اعلان لسكو. ماليش ماشي فيه، خلاص ماشي. ماليش دعوه. طيب اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. انا عايز الفرح بتاع بنتي يبقى 7 ليالي، واوضه النوم اللي انت هتجيبها الخشب ديت تجيب اوضه نوم، وطبعا اوضه اطفال وانتريه. طبعا دي حاجات مفروغ منها عشان يبقى المشروطه محطوطه، الساطور بيضرب الضربه منهي فيها الكلام. خلاص. يا حاج ده احنا لو عملنا ليله الفرح تبقى عسل. والشبكه بتاعت بنت ديت عايزها تيجي من عند اميره الذهب ولا ملكه الذهب، اسمها ايه؟ أميرة الذهب مرة واحدة يا حاج. اميره الذهب. شفت الولايه الملعلطه اللي بتلاقي دراعاتها دي ملعلطه ذهب؟ خلاص اللي واخده دهب مصر بحاله عندك. اغلى حاجه هناك يا حاج سطور. احنا انت كده بتعجزني. انت بتكلم مين يا عم؟ انت بتكلم الحاج سطور. انت هتطلع أنا تقول انا حاجة مناسب سطور الحاج نفسه سطور كده. في المؤتمرات الشعبيه والدوليه. ماشي يا حاج، أميرة الذهب أميرة الذهب مفيش مشكلة. خلاص توكل. احسن كلام. جميع الادوات الكهرباء كل ما نحط في فيشه، ايوه كل ما نحط فين؟ في فيشه. كل ما نحط في فيشه تعمل ايه؟ ايوه. عليك وعلى ابنك. وماله ابو خطوه فرحنا، وهنروح نجيب كل حاجه من هناك ننضف حاجه من عند الحاج الحاج توشيبه العرب الله رحمه الله عليه. ابو خطوه حلو. ابو خطوه ابو خطوه. ماشي شغال. خلاص. ابو خطوه دي فين؟ في كفر سطور. اي لا فريح في كفر الضواحي. طيب ماشي، كفر تاني غير كفرنا. ايوه عسل يا حاج. طيب موافقين؟ موافق ولا مش انا موافقين؟ بالنسبه لي موافق. بنت طبعا مش هتنفع تمشي، انتوا بتركبوا حميه، مش هتنفع تمشي كده على السكه والقصه دي. انا عايز لها ملاكي. هنجيب لها سكوتر. حلو. هات لها سكوتر. ماشي. خلاص. حلو. اتفقنا على الشهر. لسه ما اتفقناش ما بالراحه تصبر يا ابني بقى. لما تشوف اخر عمك الحاج سطور الله يخليك. يا حاج انت هتدفع مهر يا ابني. اسمع يا ابني انت مجوز ولسه لنا في بنت مهر من بعد كل امريكا. ده. ها؟ ولسه في مهر بعد كل ده. هلا يا نهار اسود. الفبري يا ابني. يلا انا يلا عايز بينا. في الشبكه فدانين. اهو عايز في الشبكه المهر بتاعها يا عم فدانين ارض. كله كله على كل اللي عندنا فدانين. ادهم لك ونقعد نشحى تاني. ومليون جنيه. المليون جنيه ده اهي. ها؟ خلاص دي فقط لا غير هتتكتب فين؟ في القايمه بس. هتتكتب فين؟ مش مدفوعه. وانا مناسب جايب سويرة فين يا حاج؟ ما تروق شويه يا ابني اكتر ده. انا اجيب سويرس بيجروا يحفوا ورايا كده عشان نشاركوا، وما رضيتش نشاركوا في شركه الاتصالات بتاعت المشهوره دي. خلاص انا ما رضيتش نشاركوا. خلاص. ماشي. نشوف الموضوع دي، لو نشوف بقى نشوف الوليد. يابا يلا. طيب المعازيم بقى اللي تيجي للحاج السطور دي. اصبر يا قلبي. انا عندي جوازك حاجتي. يابا هي خلينا نمشوا في الشارع بنشحتوا عشان نتجوزوا. هو مصيره هيموت يا بقرة وهتورث يا غبي. انتوا بتسألوا بتقولوا ايه من ورايا؟ انا مش سامع. لا لا يا حاج ما فيش حاجه، احنا موافقين. خلاص. موافقين. العزومه بتاعت الناس اللي جايه لي دي طبعا مش هتاكل على حسابي. انا ممكن ناكل بلد بحالها، محافظه بحالها. انا عندي البهايم كتيره في الكفر، ممكن نذبح لهم بهمتين. بقى الكفر كله بهايم، ممكن نذبح له بهمتين. بس انا عايز نشوفك انت شاري بنت لحد قد ايه. اكل الناس بحالها، بشايها، بسكرها، بالبيبسي بتاعها، بالكاكولا. انا عايز نسمع الكاكولا طرشك كده من عندك. من عندي. ما تجيبليش كنز عشان الكنز ده خلص نحس ان هو هات لي تضرب كده. خلاص. والنبي حاج اسطورة دمك زي العسل حبيبي. انا موافق يا عمي والله ما انا مقصر لك. خلاص. طبعا فستان البيت يجي لي، مش بلاش نجيبه من سويسرا. انا عايز فستان بتاعها، فستان الشبكه. طبعا كل ده عليك والجزمه. يا حاج الحاج خالتي سعيدة الكوافير عشان ما ننساش. خالته سعيده عندها بتاع اهو الكوافير.
لا عندها يعني انا بنت تيجي تساعدها الكارته دي تعمل لا 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 ماليش دعوه، هو الواد عجبها. يا حاج احنا فوتنا لك ياما حاج سطور. 10 انت تجيب كوافير خالد بتاع كفر الدوار خلاص. ما عادش حلو زي زمان. طيب خلاص لا اسمع. اسمع الكلام. اه خالتي سعيدة 10 على 10. هتطلع لك سعيدة مية. بنتك بدر يا ابني منور. ممكن تقص شعرها تبوظه. انا عايز حاجه تانية كمان عشان ما ننساها. قول يا حاج. الفنانه الكبيره انغام انغام مره واحده عايزه تيجي في الشبكه بتاعتها. ليه بقى؟ المشكله ان انا انغام ديت امبارح طلعت تتكلم على السوشيال ميديا بتقول لك ان انا بتنط من على مظلات كده. فنطه من النطات ممكن تنط فين؟ عندنا في كفر سطور. بسيط الموضوع ده، اول ما تعدي من قدام البلد يخرموا لها البتاع دي تنزل تقع. ولو جاعت ولا حاجه هي كلام الاخويه بطنها تمشي عليه. خلاص يبقى انا عايز انغام خلاص وحمو بيكا. انا عايز حمو بيكا. انا عايز حمو بيكا يجي يغني في الشارع. والواد كزبره اللي عمال يقول على الطريق كله بيكذب، على الطريق شقلب ويقلب. خلاص عايز كزبره وحمو بيكا. كزبره وحمو دول فنانين عظام. واسمه الثاني اللي هو كمال ده عمر كمال. محمد شاكوش مش عايز نتفائل بيه، لسه مطلق مراته من شهرين فمش عايز نحضر القصه دي عشان ما يشوش على ما تبقاش بشرى وحشه كده على. طب ظرف الشبكه في الفرح بقى. الفرح لسه هنجيب لك بقى عمرو دياب. لا عمرو دياب عامل شنب كده زي شنب البطيخ صراحه انا مش عايزه بياع البطيخ. لا 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 انا عايز الواد حماجي طالع بيتكلم في حاجه جديده دلوقتي عامل اسمها شاي بالنعناع. ده يبقى فكرني بيه يبقى فين في الفرح. خلاص يوزع الشاي. ايوه خلاص. ونجيب محمد هلال يقول لك تشرب ايه؟ حماده هلال يبقى شاي العروس. خلاص والله اللي انت تقوله والله العظيم. وانت كده لحد دلوقتي كده احسن كلام. يا حاج سطرانه مش هنقول لك خلاص. وعايز علبه سجاير مرلبورو عشان السجاير شحه دلوقتي. عايز علبه سجاير مرلبورو ليا انا بقى. ما كل انت عمال تجيبوا العلبه حاله وانا ما خدتش اي حاجه. دي سهله. خلاص هات له يلا روح السجاير واللبوره ما لقيتش. هات واحده بوكس وقلبها في اللبوره. يلا نقروا الفاتحه. يلا نقروا الفاتحه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. السلام عليكم حاج سطور. وهنجي لك بقى احنا والمدام ونيجوا ايه زياره ثانيه كده ونظبطوا الدنيا. ماشي سلام عليكم. ماشي بعد كيلو سكر معاك وانت جاي. ماشي مع السلامه. صدق اللي قال من كثرة بناته نسب الكلاب.